بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بعد ما اتكلمنا على كالب ابن يفنة وازاي اتبع الرب تماما، اخدنا نماذج لتبعيات خاطئة. تعالوا بقى نتكلم على ازاي كالب ابن يفنة ده اتبع او تبع الرب تماما، او انا ازاي امشي ورا ربنا. الحقيقة عشان ما اتوهش هرجع لكلام المسيح نفسه. رب المجد يسوع قال كده: اللي عاوز يمشي ورايا، اللي عاوز يتبعني، في شروط للتبعية. الشرط الاولاني اسمه الترك، في حاجة هسيبها. عشان كده مش كل الناس عايزة ربنا، ولا كل الناس عايزة تمشي وراه، ولا كل الناس عايزة تتبعه. في انجيل معلمنا ماري لوقا لما بيتكلم على دعوة ربنا يسوع المسيح لواحد اسمه لاوي العشار، المسيح قال له اتبعني، فالوقت قام وتبعه. وفي انجيل تاني ترك مكان الجباية وتبعه. يعني ايه الكلام ده؟ ساب شغلته، ساب وظيفته، ما تشردش على ربنا قال له هتأكلني ازاي وفين وبكام. علشان كده الحقيقة التبعية مرتبطة بالترك. اكيد لما همشي مع ربنا هسيب حاجة بتعطلني عن ربنا، فلو اللي بيعطلني ده اصدقاء بيجروني لورا لازم اسيبهم. لو اللي بيعطلني ده مزاج من غيره معرفش اقف قدام ربنا لازم اتركه. لو اللي بيعطلني ده اي شهوة، اي رغبة، اي خطية، لازم اتوب عنها عشان اعرف امشي مع ربنا. علشان كده انا لابد ان اترك، هسيب حاجة. علشان كده التلاميذ قالوا له: يا رب احنا تركنا كل حاجة وتبعناك. قال لهم: عشان كده انتوا لكم 100 ضعف، سواء في الزمن ده او في الزمن الاتي. انا مش هكون مديون لاي حد ترك شيء علشاني، بس لازم تسيب الحديد اللي مربوط في رجليك وبيجرجرك لورا او بينزلك لتحت، وعمرك ما هتعرف تلاقيني وتمشي ورايا. علشان كده اول شرط في شروط التبعية هسأل نفسي ايه اللي معطلني عن ربنا ومخليني مش ماشي وراه، وده اللي لازم اسيبه طواعية. هسيبه وانا كسبان، لان بصراحة اللي هيدهوني المسيح اكتر من اي حاجة تاني ممكن يدهاني العالم. لا فلوس هتجيب سعادة، ولا اي حاجة في الدنيا هتدي راحة غير ان انا امشي وراك يا رب. يبقى اول شرط من شروط التبعية في حاجة هسيبها، وكل واحد فينا عارف ايه اللي معطله. صباح الخير.